فوجئ متابعو اليوتيوبر المغربية نعيمة الجوك بظهورها قبل لحظات في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل على نطاق واسع، معلنة عن مغادرتها أسوار السجن. وأعرب نشطاء عن صدمتهم الكبيرة بعد تمكن نعيمة الجوك من التمتع بالإفراج، وهي التي كانت متابعة إلى غاية يوم أمس الأربعاء في قضية إهانة ثوابت ورموز. وقضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء بتأجيل النظر في قضية اليوتيوبر نعيمة جوك إلى غاية الأسبوع المقبل. وطالب دفاع المتهمة التي تتابع في هذه القضية على خلفية إهانة ثوابت ورموز الدولة طالب بالسراح المؤقت لموكلته بسبب وضعيتها الصحية المتدهورة. وأكد محمد الشرفي محامي المتهمة على أن الإفراج عن موكلته ومتابعتها في حالة سراح من شأنه أن يخفف من وضعها وكذا من وضع أسرتها، خصوصا والدتها الطاعنة في السن. ولفت الدفاع خلال هذه الجلسة إلى أن قانون المسطرة الجنائية أتاح مجموعة من الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتقليص الاعتقال الاحتياطي وتخفيف الضغط على السجون.